لو سألتني ايه اهم شهر سينمائيا في السنة هقول لك الشهر الجاي، شهر 7 هينزل فيه 3 من اقوى واضخم الافلام المنتظرة في السنة، والتلاتة هيناطحوا بعض. اول فيلم معانا هو فيلم سوبرمان اللي نازل في كل دول العالم ودول الخليج يوم 2، ونازل عندنا في مصر يوم 9. معرفش ليه، مش فاهم. اديني سؤال، ليه في مصر 9؟ تاني فيلم معانا هو فيلم جوراسيك وورلد ريبيرث اللي نازل يوم 2/7. ده هيعملوا السلسله تاني من جديد، 3 اجزاء جديده، ديناصورات بيحاربوا البشر بيحتلوا العالم، سلسله مشهوره وايقونيه جدا جدا. تالت واخر فيلم معانا هو فيلم فانتاستيك فور لمارفل. ده اكتر فيلم متحمس في السنه، خصوصا بعد سلسله من الفشل اللي مارفل بتواجهها حاليا. ثاندر بولتس نجح مع الناس والناس عجبها، بس فشل في تجاريا وخسرت فيه 100 مليون دولار، فالفيلم ده متوقع انه يكسر المليار. بس اللي سألتني ايه اكتر فيلم متوقع نجاحه، اعتقد انه هيكون سوبرمان. التذاكر كلها اتحجزت، الناس كلها متحمسه تشهد بدايه عالم دي سي الجديده، ولو الفيلم طلع حلو وحط لو دي تحتها 100 خط هيكسر التوقعات بشكل كبير. قول لي رايك في الكومنتات وبيس.